السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب عاملين ايه؟ شكرا ليكم على دعوتكم ليا، والحمد لله ابتديت ان انا اتحسن، ونحمد ربنا ونشكره على كل حال. النهاردة عندنا صينية المحشي القمر ديت، ونعملها باللحمة. حاجة كده جديدة وحلوة، ونجرب ونشوف تسوية الصينية ولا تسوية الحلة. تجربة انا اول مرة بصراحة اعمله، وهقول لكم تجربتي معاه ايه. انا كنت بعمل الورق العنب فعلا باللحمه. بحط اللحمه من تحت وبرص ورق العنب، بس اول مره اعمله في الكرنب. وبحيث ان انا استغليت بقى ان انا عندي اوردر كرنب كده، انا بعمل الكرنب متقطع مسلوق ومتقطع، وساعات بحشيه، بيبقى على حسب الاوردر. قلت يلا بقى طالما هعمل اوردر كرنب، يبقى من حقي ان انا الفلي حله او الفلي صينيه كده ناكلها ونتدفى بيها. نبدأ ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللحمة دي يا جماعة أنا جايباها من السوبر ماركت اللي هو فتح الله. دي لحمة برازيلي، مش لحمة بلدي، وهي حلوة والله وطعمها جميل قوي. هو الكيلو بتاعها تقريبا ب120، فالطبق ده كان عامل 115 و70 قرش. وكان الطبق اللي تحتيه كان عامل تقريبا كان نص كيلو، كان عامل 54 جنيه، يعني كان أقل من نص كيلو بشوية. هنا أنا بدأت أحط الحلة بتاعتي على النار، وحطيت شوية ملح حلوين كده. وخلي بالك من الكرنب بتاع الأيام دوت، يعني توصي بالملح شوية، لانك لو حطيتيله ملح قليل بيتهري بسرعة. وتخلي بالك ايدك على طول موجودة فيه، ما تسهيش عنه علشان بيستوي بسرعة. تمام. هنا انا الكرنب كان عندي قبليها بيوم، فطبعا حصلت ظروف كده، كنت تعبت شوية وكان نفسي وقف خالص، ما كنتش قادرة اتنفس بسبب دور البرد اللي كان عندي. فاضطريت ان انا كنت شايله بقى الفساتين بتاعته والورق الكبير بتاعه، وعلى اساس ان انا كنت هشتغل فيه تعبت. فركنته لتاني يوم على الرخامة زي ما انتوا شايفين كده. بتمسكي الراس بتاعة الكرنباية بتقوريها، وتقومي حطاها على الوش بتاعها، واخبطيها خبطة كده بس على ظهرها، هتبص تلاقيها فرغت معاكي بالطريقة دي. ما بتاخدش بالظبط دقايق، وتبتدي ان انت تسلتي اول ورقة، تخرجيها زي ما انت شايفة كده. وتخلي بالك ما تحاوليش ان انتي تهري الكرنب، طالما كمان هتشيليه وهتفرزيه. تمام. هنا هنيجي على الحنفية، طبعا غسلين الحوض بتاعنا زي الفل كده وقشطة وبيلمع. وتبتدي ان انتي تفتحي المية، تقفلي، وترجعي تاني تطلعي، وتاخدي على الغطا، ونودي تاني على الحنفية نبرد بالمية، ونطلع منها نركن في الصينية بتاعتنا اللي احنا هنبتدي نرص فيها زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة ان انت تظبطي الملح بتاعك، ونحط شوية كمون علشان خاطر الغازات اللي موجودة في الكرنب تطلع في المية السخنة. هنا بنبرد اهي ورقة ورقة زي ما انتوا شايفين كده، ونرص علشان نوقف تسوية الكرنب بتاعنا. لان انت لو حطيتيه بالمية السخنة وركنتيه كله فوق بعضه، هيستوي منك تاني. خصوصا ان احنا عندنا طبعا يعني بسم الله ما شاء الله دولت حوالي 10 كرومبات. زي ما انت شايفة كده. نعمل واحدة تانية، اديها تخبيطة كده عشان تفرغ منها لنفسيها، هوب على الحل على طول. نشيل الورقة الصفرا ديت عشان شكلها مش حلو، ونبتدي ان احنا نحطها في المية. انا بقول ان هي كانت مصفرة شوية، بس مش مشكلة الورق يعني هيبقى ناعم سنة. انا هخلي بالي في السليق، وفي نفس الوقت مش هنرميها. يعني فرضنا ان احنا جايبين الكرنب وشايلينه عندنا وما عملناش في نفس اليوم، فمش هيجرى حاجة. هنا خدت معايا الدقيقتين اللي احنا قلنا عليهم. هنبتدي نقلب الناحية التانية. هقول لكم على التجربة بتاعتي في موضوع الصينية ده،
واقول لكم ان انا وقعت في غلط كبير، يا ريتك انت كمان ما تقعيش فيه. مش هقول لكم ان المحشي ما اتاكلش، لا بسم الله ما شاء الله كلناه وبقى زي الفل وكل حاجه. بس في خطوه وتكايه كده انا هقول لكم قبل نهايه الفيديو ايه الخطأ اللي انا وقعت فيه، عشان حضرتك لو حبيت ان انت تسوي محشي في الحله في الاسفه في الصينيه ما تقعيش في نفس الغلطه اللي انا وقعت فيها. ما هو فيديوهاتنا طبعا لازم نتعلم منها الايجابيات والسلبيات، مش عشان اعمل وصفة واطلعها لحضرتك واقولك ان الدنيا في الاخر المنظر الجميل في الاخر واو، واجي الطعم مش حلو والتسوية مش مظبوطة. وفي حاجة كده انت لو غلطتيها زي ما انا غلطت هتقولي ان انا كنت بضحك عليكي. ماشي، هنا انا خلصت كل السليق بتاعي زي ما انتوا شفتوا بالظبط. كنت بسلق، اخرج على الميه الساقعه، اخرج اصفي احط في الصينيه. هنا البصله بتاعتي مش هخليها بيضه قوي ولا هخليها متحمره قوي، يعني هتبقى ايه، تطلع بس الريحه بتاعتها بتاعه التحمير. هنا طبعا انا كنت مستعجله او مش مستعجله، هو ما كانش عندي طماطم والوقت كان متاخر، فانا طلعت كيس من الطماطم اللي انا مفرزاها وحطيت عليها كوبايه ميه تفك عمال ما البصله بتاعتي تاخد لون. هنا جيت طبعا خلت القعده بتاعتي كلها، لان طبعا استحاله هقف اقطع الكرنب وانا واقفه في المطبخ، انتوا عارفين ان انا ما بقفش كتير على رجلي. تمام، فخدت الصينيه بتاعتي والحاجه حطيتهم على ترابيزه الانتريه، وابتديت ان انا اقعد اقطع الكرنب بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. انت تقدري تخليه زي ما هو كده قطع طويلة، ولما تيجي تحشي تقطعي منه، او ممكن تجهزيه زي ما انا بجهزه كده عشان يبقى على اللفة على طول، تقطعيه المستوى اللي حضرتك عايزاه. تمام، وطبعا حضراتكم احسن وافضل مني بكتير في الكرنب، وطبعا مفيش حد ما بيعملش الكرنب، كلكم اساتذه، وممكن تعمليه زي ما انا عملته على الصينيه كده، هيديكي برضو نفس الاستخدام. بس ده بقوله للبنوتات الحلوين، لو انت مش عارفه تقيمي تقطيعه الصباع بتاعك، انت بتحطي الثلاث صوابع بتوعك اللي هم في النص دول، وبتبتدي تقطعي اول مره، بعد كده بتحطيهم ورا بعض بيجيبوا لك نفس المسافه او نفس المقاس اللي حضرتك عايزاه. نيجي هنا بقى التتبيله بتاعت اللحمه. هنا انا حطيت فلفل اسود، بصل بودر، توم بودر. هنا عندنا حطيت الصلصه بتاعتي على البصله. ورجعنا هنا للتتبيله بتاعتنا، آه، معلقه صغيره من السبع بهارات، معلقه فلفل اسود، معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، وشويه عصير ليمون، اللي هو ممكن تستخدمي ليمونه، او ممكن لو عندك الليمون اللي هو الجاهز ده تقدري تستعملي منه معلقتين. هنقلب فيها اللحمه كده. معلش البوله بتاعتي او الطبق الاستانلس بتاعي بيروح وبيجي معايا، لان انا بصور بايد زي ما انتم شايفين كده، والصينيه عماله تلف علشان ماسكه التليفون بايد وبصور وبستعمل بالايد التانية. متشكرة لحضرتك على الكومنت اللي قلتهولي وقلتيلي. انا مش فاكرة اسم القناة، سامحيني حقك عليا، بس كان كومنتك جميل وانا رديت عليكي. شكرا لذوقك واهتمامك. حضرتك قلتيلي هاتي برطمان سمنة وامليه معجون من الاسمنت او الجبس، وحطي فيه استند يكون يعني من الرخيص، وابتدي ان انا احط عليه التليفون واصور. شكرا ليكي جدا وعلى نصيحتك، على راسي من فوق، متشكرة ليكي جدا 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 من هنا للدنيا اللي جاية. شكرا يا حبيبة قلبي. هنا انا خدت اللحمة بتاعتي علشان اعمل لها صدمة، حطيت معلقتين زبدة كبار، حابة تحطي معاهم معلقتين زيت ماشي، حابة تستخدمي الزبدة بس برضو ماشي، كل حاجة هتنفع بإذن الله. وابتدي ان انا انزل فيهم اللحمة واوسع بقى، كل ما الاقي واحدة لمت معايا اقوم موسعة لمكان تاني. ارص اللحمة كده. نصيحتك والله كانت غالية، ومتشكرة لحضرتك جدا. ما تحرمش منك ولا من نصيحتك الجميلة، افدتيني والله، والفكرة كانت حلوة ودخلت دماغي، وان شاء الله هعملها. وهقول لك وانا عاملاها وانا بصور، هقول لحضرتك ان انت اللي شورتي عليا
بالشورى الجميله دي. متشكره ليكي جدا. هبتدي بقى ان انا اقلب اللحمه كده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم الريحه بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك، كانت جميله جدا جدا. هي ما فيهاش اي افتكاسات ولا فيها اي لعب خالص، كلها توابل عاديه. ليه؟ لان المحشي هينزل كل التوابل اللي فيه على اللحمه وهي بتستوي. وكمان هنحط حاجه في ارضيه الصينيه هتدينا طعم ومذاق جميل. تمام. هبتدي كل حتة لحمة عندي هنا تبتدي ان هي تتشمع وتاخد لون جميل كده، ابتدي ان انا اطلعها في الطبق علشان اقدر اوسع احط الكام حتة اللي باقيين. القمر بقى اللي ما وصلت معايا لحد كده في الفيديو، ما تنساش حبيبه في اللايك. انا عايزه اقول لكم يا جماعه، انتوا بيبقى عندي مشاهدات وبلاقي مشاهدات ومفيش لايكات. طب حضرتك لما بتتفرجي على الفيديو وبتشوفيني ايا كانت المده، سواء نص دقيقه او ربع دقيقه او دقيقه كامله، نوريني كده وحطي لي لايك او ديسلايك يا ستي، حسسيني ان انت شفتي الفيديو. ولا يعني عرفيني ان انت زهقتي، مش محتاجة ان انت تشوفي الفيديو، اعرف ان انت عملتي ديسلايك. حسيتي ان انت استفدتي مني وان انا خفيفة ومهضومة كده على قلبك، اديني لايك. يلا والله انا بتشجع، اللايكات دي بتشجعني والكومنتات بتشجعني. ربنا يجبر بخاطركم زي ما بتجبروا بخاطري. والله دي مش شحاتة، دي كده لما يكون حد عزاز عليكي وانتي بتحبيه قوي، فالحاجة اللي نفسك فيها وبتحبيها بتطلبيها منه، سواء دعوة، سواء مساعدة، سواء لايك، سواء كومنت حلو، فما فيش مشكلة ان انتي تطلبي. الحمد لله. طالما ما بنطلبش من حد احسان او بنمد ايدينا او بنعمل حاجة وحشة، فاي حاجة الواحد بيقولها تساعده على شغله في الفيديو انا ما بحسش ان هي وحشة. يلا شايفين اللحمة شكلها جميل جدا، وعايزة اقول لكم ان الريحة بسم الله ما شاء الله كانت تحفة. انت هتاخد اليانسون بتاعي؟ طبعا شوية. شكرا يا استاذ مروان، اقفل الباب بقى. اقفل الباب يا ضحى. ايه رأيكم في شكل اللحمة؟ اللحمة ديت لو انت مش هتحبي ان انت تحطيها تحت المحشي، هيبقى بنفس التسوية كده. خلاص انت حمرتيها من الناحيتين، تبتدي تقومي جايبة كوبايتين مية سخنين في البراد بقى، في الكاتل، في اي حاجة، وتقومي حطاهم في الصينية وتقومي مغطية عليها بغطا الحل، واستني بقى حوالي نص ساعة او نص ساعة وشوية كده. هتلاقي اللحمة دي دايبة دوبان فوق الوصف والخيال، وطعمها جميل جدا. تقدري تعمليها جنب رز بشعرية، تقدري تعمليها جنب مكرونة بالصلصة، طعمها جميل قوي. مش لازم شرط الوصفه ديت تحطي عليها محشي، لا انا ساعات بجيبها لاولادي وبعملها كده، بنعملها جنب شويه خضار ورز بشعريه زي الفل. وعادي يا جماعه، انتوا عارفين اللحمه البلدي دلوقتي بقت ب 190 جنيه. ربنا كرمك في اول الشهر جبتي كيلو فضل وعدل، ما جبتيش اللحمه دي ما بتشتكيش وما بتقولش لا. وهي بصراحه يعني احنا جبناها وعجبتنا وطعمها جميل، ومن ساعه ما جبتها وانا بجيبها قطعات مختلفه، مره من الموزه بعملها كباب حله، مره البفتيك اللي هو اللي انتوا شايفينه ده بعمله زي الستيك كده، وبديله ميه سخنه بسويه على عين البوتاجاز، وبيتعمل جنب منه رز وشعريه وخضار زي الفل. هنا التسبيكه بتاعتي خلصت، حطيت لها كزبره ناشفه، ملح، فلفل، كمون، شويه بابريكا، مفيش اكتر من كده لخلطه المحشي. حابه تديله شويه توم باودر يبقى تمام، ما بتحبوهوش بلاش. وتبتدي ان انت تحط الرز بتاعك تقلبيه شويه، اول ما تحس ان هو ابتدى ان هو يشرب تقومي حاطه عليه الخضره، علشان ما تسويش الخضره في الصلصه عشان ما تغمقش معاكي، تديكي نكهه وريحه جميله. زي ما انتوا شايفين كده الشكل جميل وحلو قوي. هنا بقى مسكت بصلتين ومسكت قطعتين قطعتهم شرايح زي ما انتوا شايفين، حطيتهم في قعر الصينيه، وابتديت ان انا ارص عليهم اللحمه دي. والاكل ده بتاعنا، عشان كده انا بستعمل ايدي، وايا كان بعمل اي شغل فايدي انضف بكتير جدا جدا من اي جوانتي انت بتلبسيه. انت وانت بتعملي الوصفه او الاكله بتغسلي ايدك بدل المره تقريبا 15 او 20.
ورا كل حاجه بتمسكيها ايدك على الحنفيه، غير عكس الجوانت بتفضلي لابساه لحد ما بتخلصي الوصفه ما بتقلعيهوش. فانا بالنسبه لي ايدي انضف من الجوانت مليون الف مره، الا لحاجات معينه. لو انا بعمل التورتات وبزين التورته وفي فواكه، فبضطر ان انا لازم البس جوانتي، علشان طبعا ما ينفعش ان انا المس الحاجه المجففه، الحاجات الفروت او الحاجات اللي هي الكمبوت ديت بتبقى اللهم صل على سيدنا محمد محفوظه وليها مواد حافظه، فلازم تتعاملي معاها بمنتهى الحرص. تمام. هنا المحشي بتاعنا انا ابتديت ان انا الفه زي ما انتم شايفين. لو كنت شفتوني انا كنت طبعا وزنت الكرنب بتاعي اللي هيخرج لاصحابه، وابتديت اخد الكرنب الزياده عندي ان انا ارصه في الصينيه. هقول لكم بقى العيب اللي انا وقعت فيه. اولا هو مش عيب المقدار بتاع الشوربه او بتاع الميه اللي انت هتعمليه. حابه اقول لك، انت لو ما عندكيش شوربه هتبتدي ان انت تمسكي شويه ميه سخنين، تحط عليهم نص معلقه سمنه بلدي، وتحط عليهم الملح والكمون بتاعك، وتبتدي ان انت تغليهم وتزودي منهم المحشي. كده كده بالطبع هيبقى زي الفل. انا بعمله كتير او بميه ومن غير لحمه، وطالما عندنا لحمه فمش هيفرق. ما عندكيش شوربه مفيش اي مشكله. انا هنا حطيت معلقه صلصه، وحطيت الميه زي ما انا قلت لكم، نص معلقه سمنه بلدي، واديتهم غلوه على النار، وبزق منهم الكرنب. هنا انت ما بتخليش الميه تزيد عن الصباع الاولاني خالص. هنا هزيت الصينيه بتاعتي وتاكدت ان الميه كلها او الشوربه كلها او المقدار بتاع اللي انت هتحطيه سواء ميه او شوربه ان ما طالش الصباع الاولاني بتاع المحشي. ماشي. هنا هنحط ورقه زبده، وبعد ما نحط ورق الزبده هنحط عليه كمان ورق الفويل، ونقفل الصينيه بتاعتنا كويس. مشكلتي بقى في ايه؟ ان انا بقى التفاصيل خدتنا، وعيالي قالوا لي ايه ده، انت رايحه تعملي لنا في صينيه صغيره ومش هتكفينا وده انت رصه في صينيه مش حله. فقلت اجيب الحله الصينيه الكبيره بتاعت اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم ذكرني، بتاعت الفطير اللي انا بعمل فيها الفطير المشلتت، علشان بقى تاخد كذا راق يعني. فانا خدت اللحمه مني وثلاث رقات كرنب، فبسم الله ما شاء الله خدت حوالي كرنبايه حلوه محترمه كده بكيلو رز. تمام. تفاصيل بقى تقولوا ايه؟ حطيتها بقى. جينا بقى للمشكله اللي انا خدتش بالي منها الا بعد ما المحشي استوى، اللي هي ايه؟ الفرن عندي زي ما انتوا شايفين كده فيها شفة في الصاجة اللي تحت، فرفعت الصينية وقلبتها على ورا، فابتدت ان الشوربة تروح لورا وما راحتش لقدام، فطلع الصينية تسويتها ناحية وناحية. فبلاش تقعي في الوقعة دي، وشوف الغلطة اللي انا غلطتها، واشوفكم على